اللي أحب أطمنكم فيه أني والله والشاهد الله، وأنا كنت بين الحياة والموت ولا رايح يلغي لساني في مكان سعة وليس في مكان ضيق، بس إني أتكلم أنه لم يأسروني، وهذه حتى أرد لكم شيء من الجميل وأرد للوطن أول شيء، وأرد لكم أنتم اللي استقبلتوني هذا الاستقبال الذي أزحت من على كاهلي 7 سنوات أسر. والأسر يا أخوان يختلف عن السجن، أنت عند عدو ولكن السجن فيه تهذيب إصلاح للنفس، لكن السجن يختلف. حتى لو كان، وهذا ما حصل 100%، وأنا أكدها لكم أن حصلنا رجال قبائل يتعاملون معك بقبيلة، برجولة، بمبادئ دينية ودنيوية، وهذه حقيقة. ما العرب من أول وحتى في العصر الجاهلي ما يبخسون خصمهم أبدا، حتى لو كان فيه يعطونه حقه، إن كان فيه من المبادئ الطيبة يقولون فيه، وإن كان ما فيه يغطونها، حتى يغطونها ما يفضحون. إني لم أؤسر، وهذه أهم حاجة، والله العظيم إني لم أؤسر إلا ويدي فوق يديهم والله. ويمكن ما أدري هل وصل الخبر إلى عقولكم الآن أني لم أؤسر إني إلا ويدي فوق أيديهم، ولم أكن ضعيف أو ذليل، وأني كنت بعزتي وكرامتي، وهم حفظوا أيضا عزتي وكرامتي. ولكن والشاهد الله إني كنت الأعلى وليس الأسفل، ولا أقولها الآن مدح، والله لو حصل إني كنت أنا الأسفل لا أقول أنا الأسفل وليس عيب، هذا حرب وأسر، وأنا تحت تهديد سلاح، لكن هم حفظوا كرامتي، وأنا أديت اللي علي بعزة وكرامة دون وطن وعرض ودين ومال ومواطن. فأبشركم، والحمد لله هذا ما هو بتوفيق من الله، ما هو بشجاعة